أحمد فرغلي. شكرا يا ريس. طبعا يعني انا نفس الموضوع اللي اتكلمت فيه يمكن للمره ال20 هتكلمه تاني، عشان يعني ضميري قدام ربنا وقدام الناس اللي انتخبتني. يعني حكومه الاقتراض بتناقض نفسها يا ريس. بالامس السيد وزير الماليه على القرض المليون يورو ان هو قرض طويل الامد على 30 سنه، وهو قرض بفايده اقل من 1%. طب النهارده القرض على 3 سنين وفايده 8%. الاقتصاد المصري يا ريس في انهيار. القروض دلوقتي اصبحت سمه اساسيه للحكومه المصريه ومفيش ليها بديل. زادت القروض وزادت معاها اعباء الشعب المصري. يعني انا دلوقتي لما بقترض عشان ابدا اسهل المعيشه للشعب المصري، لكن معيشه الشعب المصري بتزداد سوء في ظل وجود الحكومه ديت. يا ريس انا برفض القرض وبرفض اي قرض. كنت اتمنى من السيد وزير الماليه بدل ما هو بالامس جايب قرض والنهارده جايب قرض يدخل بمشروع قانون يزود المعاشات، تكافل وكرامه ب 500 جنيه. دلوقتي انهيار للعمله المصريه دلوقتي باكتر مستلزمات عشان ما فيش عمله، نقص في الادويه. دلوقتي خلاص ما فيش اي حاجه غير اقتراض اقتراض اقتراض، بيع اصول دوله، رفع الدعم على المحروقات والغاز، زياده في اسعار الكهرباء، وزياده في الضرائب. الشعب يا ريس خلاص ما عادش مستحمل اي حاجه. ارحموا الشعب المصري من سياسات الحكومه ديت. والمره الاخيره يا ريس انا برفض برضه القرض وبرفض اي قرض. اتقوا الله في الشعب المصري.